حبيباتي بنوتاتي، هواية منكم يشتكون من حفرة الردان أو رسمة الردان ما يعرفون يطلعوها. اليوم نعطيكم طريقة كل سهلة وبسيطة للمبتدئات حتى يتعلموها. بعد ما طلعت قالب الدشداشة اللي هو اكس لارج، محيط الصدر شبر ونص، نزلت الخصر الشبر ونص 30 ماما، الخصر يصير 27، تقللين من الصدر للخصر 3 سنتيمات. بعد ما رسمت لكم القالب كامل، أخذنا الكتف شبر، حفرة الرقبة 8 سنتيمات أو 7 حسب. هنا ماما حفرة الردان تعتمد أو نزال الردن يعتمد على محيط الكتف. عندك الكتف شبر تنزلين نزال شبر. أغلبية البنات يشتكون من هاي الحركة اللي ما بعد الشبر، اللي هي خلينا نقول شبر و4 أصابع. يقولون ماما ما نعرف نرسم هاي الرسمة اللي تصير جوا الأبط. خلينا نقول بعد ما نزلنا نزال الردان شبر اعتمدنا على الكتف. أنا عندي الكتف شبر، نزلت نزال الردان شبر، بقت ال4 أصابع. أمي راح أعلمك أسهل طريقة اللي تعرفين ترسمين بيها بقية الردان اللي جوا الشبر. ماما حبيبتي تفتحين أصابعك 4 بهاي الطريقة، تخلين أول إصبع بنهاية الشبر وآخر إصبع لحد نهاية قياس الصدر، محيط الصدر. تجين تنقطين بهاي الطريقة على أصابعك، وبعدين توخرين أصابعك، توصلين الرسمة مالتك، صارت عندك رسمة دائرية. وبهاي الطريقة طلعتي حفرة الردان كاملة ما ناقصها أي شيء. حبيبتي أتمنى افتهمتي الطريقة. موضوعنا كان بس على هذه الرسمة أو القصة اللي تصير جوا الشبر اللي هو على قياس الكتف. نزال الردان يعتمد على محيط قياس الكتف اللي هو شبر. أتمنى حبيبتي افتهمتي علي التعليم، عليكم الدعاء، وشكرا لكم يا عمري. حبيباتي بنوتاتي، هواية منكم يشتكون من حفرة الردان أو رسمة الردان ما يعرفون يطلعوها. اليوم نعطيكم طريقة كل سهلة وبسيطة للمبتدئات حتى يتعلموها. بعد ما طلعت قالب الدشداشة اللي هو اكس لارج، محيط الصدر شبر ونص، نزلت الخصر الشبر ونص 30 ماما، الخصر يصير 27، تقللين من الصدر للخصر 3 سنتيمات.